تيجي نعمل القمر ده النهارده ببلاش، حرفيا ببلاش. شوفي انتي بقى بتجيبي الطبق ده منين بكام والاسعار عامله ايه. احنا بقى هنعمله ببلاش وحاجه كده قمر. يلا نقول بسم الله. طبعا انا قلت لكم روس الجمبري انا مش برميها في الفيديو اللي فات، وقلت لكم هعمل لكم فيها حاجه حلوه قوي. عندي طبعا غسلتها، وعندي بقى على البوتاجاز معلقه من السمنه، وهبتدي ان انا اشوح شويه في روس الجمبري دي. طبعا روس الجمبري الطعم بيبقى اصلا فيها وكلها بطارخ وبتبقى قمر، فحرام بجد يعني انها هي تترمي. ابتدي ان انا اشوح فيها بس شويه كده لغايه لونها ما يغير. هي لونها بيغير قوام. عندي كمان بقى طماطم وبصل وكم فص وجزر وكم فص توم كده مقطعاهم شرايح. بس كده اشوحهم هما كمان شويه معاهم لغايه الخضار ده بس ما يدبل معايا. وهنزل عليهم بكوبايتين كبار من الميه. المهم ايه، كوبايتين تلاتة. المهم انك تغطي الخضار والروس الجمبري دي بالميه، خليهم متغطين. حطي ملح بقى، وحطي فلفل اسود. انا مش هحط بهارات كتير لان انا عايزه احس بطعم الجمبري فيها، مش عايزه احط بهارات وتوابل كتير. هو ملح وفلفل اسود كفايه قوي يوفوا بالغرض، وهنضيف حاجه تاني بس في الاخر. بس اقلب كمان تقليبه، وابتدي انا اضيف الميه زي ما قلت لك. اغطي روس الجمبري دي بالميه كوبايتين او 3 زي ما هيجي معاكي. بس انا سبتهم على البوتاجاز يغلوا 10 دقايق، يغلوا بس اهم حاجه 10 دقايق. وابتدي ان انا اصفيهم واخد شوربه بتاعه الرز دي كده. بص الدخان بقى مش انا هفصل لغايه الدخان ما يمشي. بصوا لونها تحفه يا جماعه، من غير اي حاجه ما لون ولا اي حاجه عملناها عليها. بس كده خلاص. نيجي على البوتاجاز بقى معلقه سمنه تاني، وعليهم معلقه من الدقيق. احمر فيها شويه لغايه الدقيق ده ما ياخد لون الاوف وايت شويه، يبقى لون سمنيش كده شويه مش ابيض. احمرهم شويه وانزل عليهم بكوبايه واحده بس من اللبن. وزي ما قلت لك انا هعملها ببلاش، حرفيا ببلاش، يعني من غير كريمه طهي بقى. شوف احنا بنجيب كريمه الطهي بكام، وشوفي اصلا احنا بنشتري الطبق ده من بره بكام. وهرجع احط شوربه السي فود اللي ما طلعت بس كده. وابتدي اللي انا عندي بقى هنا اظبط الملح، وهظبط فلفل اسود، وهظبط بقى عندي مرقه خضار. مرقه خضار مش لحمه ولا فراخ بقى، مرقه اللي هي الفوريه دي بتاعه الخضار، وهضيف عليها. وعندي كمان معلقتين من قشطه اللبن يا جماعه، بتاعه وش اللبن، بس احطها في الوش. وما جبناش كريمه، وطعمها هيبقى غني، وطعمها هيبقى بجد والله العظيم تحفه. وجربيها وادعيلي. لو ما كانتش زي اللي انتي بتجيبها من بره واحسن كمان، ما تبقيش تتفرجي عليا تاني. معلقتين قشطه كده من وش اللبن كده كبار، وحطيهم عليها وابدأي اقلبي، وسيبيهم يغلوا دقيقه واحده بس مع بعضيهم. بعد ما حطيتي كل الحاجات دي عليه، دقيقه واحده بس يا بنات يغلوا مع بعض غلوه، وبس كده خلاص. وبجد ريحتها مش قادره اقول يعني. انا نفسي يكون زي ما في تصوير كده، يكون كمان في حاجه تطلع لكم الريحه، تشموا الريحه عامله ازاي. بجد كانت خطيره. ودي كانت وصفتي النهارده، يا رب تكون عجبتكم. واشوفكم وصفه جديده ان شاء الله. وما تنسيش لايك وشير كتير عشان يوصل لغيرك. بصوا قوامها اهو مظبوط وتمام. اشوفكم وصفه جديده ان شاء الله. مع السلامه.